هل كنت تظن أن كل ما هو طبيعي مفيد دائما؟ وهل تعتقد أن خلط الفواكه المختلفة معا في طبق واحد أو عصير واحد لا يمكن أن يسبب ضررا؟ إذن تمهل، لأن الحقيقة ستفاجئك. في هذا التقرير الخطير والمشوق سنعرض لك أخطر 10 أنواع من الفواكه التي لا يجب خلطها معا أبدا. تركيبات قد تبدو عادية في سلطة فواكه أو عصير، لكنها قد تسبب مشاكل في الهضم، تسممات غذائية، بل وحتى أعراضا مزمنة على المدى الطويل. تابع معنا لتعرف السبب العلمي وراء كل تحذير، وشاركه مع أصدقائك، فالصحة أغلى من كل شيء. أولاً، الموز والمانغا، قنبلة التخمر البطيء. رغم أن كليهما غني بالألياف والفيتامينات، إلا أن خلط الموز مع المانغا قد يؤدي إلى تخمر شديد في المعدة بسبب اختلاف سرعات الهضم. النتيجة: غازات مزعجة، انتفاخ، وعسر هضم قد يستمر لساعات. ثانياً، البطيخ والموز، ضربة للهضم. البطيخ سريع الهضم جداً، بينما الموز يستغرق وقتاً أطول. عند خلطهما، يتخمر البطيخ في المعدة قبل هضم الموز، ما قد يؤدي إلى تهيج في المعدة وظهور أعراض تشبه التسمم الغذائي. ثالثاً، الفراولة والأناناس، حموضة زائدة تؤذي المعدة. كلاهما يحتوي على مستويات عالية من الأحماض، وخلطهما في وقت واحد يؤدي إلى ارتفاع الحموضة، مما يسبب حرقة في المعدة وتقرحات خفيفة لدى البعض. رابعاً، العنب والموز، سكريات غير متناسقة. العنب يحتوي على سكريات سريعة الامتصاص، بينما الموز يحتوي على سكريات معقدة. النتيجة: فوضى في نسبة السكر في الدم، خاصة عند مرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين. خامساً، التفاح والليمون، الحمض يفسد الامتصاص. عند خلط الليمون مع التفاح، قد يمنع الحمض القوي الموجود في الليمون امتصاص بعض المعادن الموجودة في التفاح، مثل الحديد. الأثر: خسارة الفائدة بدلاً من اكتسابها. سادساً، البطيخ والأناناس، كلاهما يحتوي على إنزيمات قوية للهضم، وخلطهما قد يسبب حركة مفرطة للأمعاء، وإسهالاً حاداً عند بعض الأشخاص، خاصة الأطفال وكبار السن. سابعاً، الخوخ والموز، السكريات الثقيلة والغازات. يحتوي الخوخ على سكريات قابلة للتخمر بسرعة، ومع الموز تنتج غازات مزعجة واضطرابات معوية، خصوصاً لدى أصحاب القولون العصبي. ثامناً، العنب والأناناس، تحفيز فوضوي للمعدة. الأحماض والسكريات السريعة في كل منهما تجبر المعدة على العمل المفرط، مما يؤدي إلى تشنجات وألم في الجزء العلوي من البطن. تاسعاً، الموز والكيوي، تضارب في امتصاص البوتاسيوم. كلاهما غني بالبوتاسيوم، لكن الفيتامين سي العالي في الكيوي قد يعطل امتصاص البوتاسيوم من الموز عند خلطهما، مما يقلل من الفائدة المتوقعة. عاشراً، البطيخ والمانغا، التسمم البارد. هذا الخليط يستخدم في بعض الثقافات كمشروب صيفي، لكنه في الطب الهندي التقليدي يعتبر مزجاً ساماً، لأن كليهما بارد ويحدثان تبريداً مفرطاً للجسم، مما يؤدي إلى ضعف في الهضم وفقدان للطاقة. نصائح ذهبية عند تناول الفواكه: لا تخلط أكثر من نوعين من الفواكه في وجبة واحدة. ابتعد عن خلط الفواكه الحمضية مع النشوية، مثل الموز. احرص على تناول الفواكه وحدها، قبل الوجبة بساعة، أو بعدها بساعتين. راقب جسمك. كل شخص يختلف، فاستجب لإشاراته. في الختام، ليست كل سلطة فواكه مفيدة، وبعض التركيبات قد تكون قنبلة صحية موقوتة. تعلم كيف تأكل بذكاء، وشارك هذه المعرفة مع من تحب. هل سبق أن شعرت بألم في بطنك بعد تناول فواكه معينة؟ شارك تجربتك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك لدعم القناة. قد تنقذ هذه المعلومات شخصاً من مرض دون أن تدري.